قضت محكمة جنايات ثالث الإسماعيلية بالسجن المشدد 6 سنوات على رئيس النادي الإسماعيلي السابق نصر محمد أبو الحسن صالح وآخرين في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كل شمال الإسماعيلية، وذلك على خلفية اتهامات بالاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود مقاولة. وتعود وقائع القضية إلى رصد مخالفات مالية شابت تنفيذ عدد من الأعمال، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات تمثلت في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جانب الإخلال ببنود التعاقدات، مما تسبب في إهدار مال عام. وشمل أمر الإحالة كل من محمد زين العابدين حسن محمد، والذي وجهت إليه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وخضر سالم خضر، ونصر محمد أبو الحسن صالح رئيس النادي الإسماعيلي السابق، حيث وجهت إليهما تهم الإخلال بعقدي المقاولة والاستيلاء على المال العام من خلال مخالفات ترتبت عليها أضرار مالية. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد زين العابدين حسن محمد، وذلك لوفاته وفقا لما تقضي به أحكام القانون. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من خضر سالم خضر ونصر محمد أبو الحسن صالح بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع إلزامهما برد مبلغ 259,161 جنيه وهي قيمة الأموال محل الاتهام. وجاء في حيثيات الحكم أن العقيدة القانونية للمحكمة استقرت بمطالعة أوراق القضية وشهادة الشهود وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل على ثبوت القصد الجنائي في حق المتهمين بنية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت تحت أيديهم وبسبب وظيفتهم. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما ببنود عقدي المقاولة محل الدعوة، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق عن أعمال لم يتم تنفيذها أو نفذت بالمخالفة للمواصفات الفنية، وهو ما اعتبرته المحكمة تربحا وتسهيلا لتربح الغير وأضرار عمد بالمال العام، مما قضت به المحكمة بمعاقبة المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي السابق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.